أتوقع نسيتوا شخص اسمه محمود أو أتعبك أو هيك شي. السلام عليكم، يا الله شوف شلونكم، شو أخباركم؟ إن شاء الله كله بخير. وياكم أتعبك أو محمود، أدري بكم مشتاقين للمقدمة مالتي والأمور هاي الحبشكلات. والله يا حبايب اعذروني بسبب إنه هاي القطعة القوية اللي صارت، بسبب وصلت لي ظروف وهيك مواضيع. فاليوم رجعت براجعة قوية لليوتيوب. فحبايب أتمنى من عندكم الدعم وتنشرون المقطع بأي مكان، على مود أبدي أرجع واسي باليوتيوب وأبدي أنشر، لأن خرب باسي بسبب سنة ونص وهيك أمور. فأتوقع التفاعل ما راح يكون قوي. فأتمنى من عندكم تشدون همتكم وياي نوصل 100,000، لأن راح أبدي بداية قوية كلش. حبايبي اليوم الموضوع اللي راح نحكي عنه بعيدا عن الببجي، بعيدا عن هذه الأمور. اليوم راح نحكي عن لاعب المغرب المعروف، لاعب كرة القدم أشرف حكيمي. طبعا هذا اللاعب حبايبي بنت فرنسية اتهمته أنه هو اغتصبها. فالسلطات الفرنسية قامت تحقق بهذا الموضوع، وقاموا يعطون اتهامات لأشرف حكيمي، وهواي ناس قامت تنطي اتهامات. وأول بشر اللي انصدمت من عنده أني، تخيلوا يا شباب، إنه مرته وزوجته أول ما سمعت بهذا الخبر قبل بدأت بإجراء الطلاق من عنده. تخيلوا بس إنه شريكة حياتك ما عندها ثقة ولا 1% بزوجها بأشرف حكيمي. يعني هذا الشيء صدمني كلش. وتخيلوا من وقف وياه، تخيلوا بس، يعني اللاعب صديقه وياه بالفريق كيليان امبابي، اللاعب الفرنسي المعروف. تخيل وقف وياه لدرجة انه صرح وقال اني انفي هذا الكلام اللي بحق اشرف حكيمي. واني اشرف حكيمي ما يعتبر بس صديق، يعتبره اخ، لان كل شيء نطلع سوا، نروح للنادي سوا. فاني انفي كل الاتهامات على اشرف حكيمي. واذا تخيلوا بس، اذا تأدى اشرف حكيمي بشغله واحده، هدد الفرنسا والسلطات الفرنسيه انه يترك المنتخب وكل شيء، ويغير حتى جنسيته. هاي الصداقه الصدق والله العظيم. بحيث من شفته هيك يحكي انه على مود صديقه، يا اخي اقسم بالله اجتني فرحه انه اصادق بشر. فانا انصدمت من زوجته والله العظيم، وما يستاهل انه عنده يتزوج اقسم بالله. واحنا وياه واقفين وياه، ونعرف انه انسان خلوق ومحترم. واهل المغرب والله كان ابغيكم بزاف، كان حماق عليكم. فحباب ما اريد اطول عليكم الموضوع. فالمحامية اشرف حكيمي تدعي اللي اتهمت اشرف حكيمي بالاجراء الفحوصات، تمام. فتهربت منه وما اجت اصلا تواجه ويا اشرف حكيمي، وليش اتهمته وليش هيك امور. فمبين السالفة انه نفاق، مبين السالفة انه يريدون يذبونه بالسجن، مثل ما ذبوا المشهور اسعد مجرد. فحباب هاي سالفة بين اتفاقية وبين اتفاقيات من السلطات الفرنسية، على مود انه يطلعون المغاربة وهيك امور. فحبايبي راح نسوي هاشتاج لعيون اشرف حكيمي. فراح اخليكم الهاشتاج بالتعليقات، تنشرونه بكل مكان، تمام. فحبايبي اللي هنا خلص المقطع، واذا اجت اخبارية او نزلت امور ثانية راح انزل لكم اياها مرة ثانية على قضية اشرف حكيمي. فحبايب هذا الانستغرام مالتي قدامكم، ضيفونا عليه، راسلوني، راح اجاوب الكل. واتمنى تفعلون على المقطع وتوصلون ايش قد ما تقدرون على مود ارجع بالتفاعل القوي. وحبايبنا هنا المغرب، كان ابغيكم بزاف والله العظيم، وانتم ناس خلوقين. اقسم بالله ايش قد صادقة مغاربة، اقسم بالله خلوقين لدرجة. وتحياتي للجميع، وما قصرا ببلدان العربية، كلهم والله ولد خير واخلاق. فسيو حبايبي، نلاقيكم في مقطع جديد. فاحبكم، باي.